لو انت الكونفرجنز بتاعتك او الكونفرجن ريت بتاعك قليل في الويب سايت بتاعك، فانت محتاج تعرف اليوزر بيتفاعل ازاي مع الويب سايت بتاعك. بيكليك ولا ما بيكليكش على الازرار اللي هي بتاعت السي تي اي، بيشوف الريفيوز، بيقرا البينيفيتس. المفروض ان هو الحاجات دي هو يكون بيتفاعل معاها بشكل او باخر عشان تزيد نسبة التحويل. في فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه مهمه جدا واحد اهم الادوات اللي بتساعدك، وهي سلاحك السري يعتبر، انك تدخل جوه عقليه اليوزر بتاعك وتشوف هو بيتفاعل ازاي مع الويب سايت بتاعك. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الهيت مابس. الهيت مابس اللي هي اللي بتقول لك بالظبط اليوزر بيعمل ايه جوه الويب سايت بتاعك، عشان تبدا انك انت تفهم اليوزر بتاعك وبعدين تبدا تاخد خطواتك عشان تزيد التحويل بتاعك. اول حاجه هنتكلم هو ايه هو الهيت ماب عموما. الهيت ماب هي أداة بتساعدك إن هي تظهر لك الداتا بتاعة تفاعل اليوزرز مع الويب سايت بتاعك. بتشوف من خلالها، من خلال الأدوات دي الهيت مابس، بتشوف من خلالها إزاي اليوزر بيتفاعل مع الويب سايت بتاعك وبأكتر من طريقة وهنفهمها، بس هي المجمل أو المعنى العام بتاعها إن أنت بتشوف إزاي اليوزر بيتحرك جوه الويب سايت عشان تبدأ إن أنت تستبق الخطوات وتشوف هو بيعمل إيه وتحاول تصححه. هي طبعا بتقدم كواليتيف داتا مش كوانتيتيف، هنعرف الفرق ما بينهم في دلوقتي حالا. بس هي بتقدم لنا كواليتيف داتا اللي هي بتبقى داتا او البيانات النوعية. طب قبل ما نبدأ بقى ونعرف يعني ايه هيت ماب ونعرف ازاي نقراها والكلام ده كله، عاوزين نعرف ايه الفرق ما بين الكوانتيتيف داتا والكواليتيف داتا. الكوانتيتيف داتا اللي هي بتبقى ارقام، او الكوانتيتيف داتا بتبقى ارقام عبارة عن أرقام داخل الويب سايت بتاعك، يعني الزوار، الباونس ريت، الكونفرجن ريت، كل دي اسمها كوانتيتيف داتا، بيانات كمية بنقدر إن احنا نعرفها من خلال أدوات التحليل زي جوجل أناليتكس. وفي عندنا نوع تاني من الداتا اللي بنحللها على الويب سايت بتاعنا اللي هي الكواليتيف داتا، اللي هي بتبقى بيانات وصفية، يعني وصف للي بيحصل جوه الويب سايت. يعني لما تعمل زي سيرفي في الويب سايت واليوزر المفروض ان هو بيجاوب على اسئله ويجاوب مثلا ان هو مش لاقي معلومات كفايه عن البرايسنج، دي وصف للي حصل من اليوزر جوه الويب سايت. يعني اليوزر مش قادر ان هو يلاقي بيانات عن المنتج بتاعك او عن التسعير بتاع المنتج بتاعك. ده السبب ان الويب سايت بتاعك بيحصل فيه عمليه مثلا باونس ريت، فدي اسمها كواليتيف داتا. ان الباونس ريت دي تعتبر كوانتيتيف داتا، والكواليتيف داتا ان اليوزر مش لاقي البرايسنج انفو في الويب سايت بتاعك. فده الفرق ما بين نوعين بتوع الداتا، البيانات الكميه والبيانات النوعيه. عايزين نعرف بس تاريخ سريع عن الهيت مابس. هي اكتشفت سنة 1873 عن طريق كانوا بيتعاملوا بيها بالاسلوب ده، ان هي عبارة عن مربعات، والمربع ليه فاليو، والفاليو بتاعت المربع لو او القيمة بتاعت المربع لو قليلة بنلاقيه باللون اللي هو الدارك جراي. ده هو مش باين هنا بس هو بيبقى باللون الدارك جراي، ولو القيمة بتاعته عالية جدا بيبقى باللون الأحمر، ولو ما بين وبين بيبقى بالاصفر والبرتقاني زي ما هنشوف في الهيت مابس اللي هي المودرن بتاعتنا. بس دي بدايه الهيت مابس عن طريق واحد اسمه لوا، كان اللي استخدم الحاجه اسمها الكالر سكيل، اللي هي عباره عن ان الفاليو وهي قليله بيبقى اللون مختلف عن الفاليو وهي عاليه. ودي نفس فكره بالظبط الهيت مابس، بس هنشوفها دلوقتي في المودرن ستاندردز. ازاي نقرا الهيت ماب؟ بسيطة جدا، الموضوع بسيط جدا. هو عبارة عن ألوان، أو بتمثل لنا الألوان دي مستويات للقراية. يعني إحنا عندنا مجموعتين من الألوان، مجموعة اللي هي الورم ومجموعة اللي هي الكول. الورم بتقول إن في ده في هاي يوزر انجيجمنت، والكول طبعا بتقول لو يوزر انجيجمنت، زي ما شفنا في السلايد اللي قبل دي على طول. زي هنا بالظبط كده في الويب سايت ده. الفورم اكتر مكان اليوزر بيتفاعل فيه اللي هو الدروب داون. هم عايزين يشوفوا مثلا ايه، لو دي سيرفيس مثلا بتبيع سيرفيسز معينه مثلا، فانت عندك دروب داون بالسيرفيسز دي، فبيبدا اليوزر ان هو يكليك على الدروب داون وبيبدا من خلالها يشوف السيرفيسز المتوفره. فهنا لو خدنا بالنا ان اللون الاصفر والاحمر والازرق كمان، يعني بما ان الناس بتضغط في اماكن كذا مكان، يعني فبنلاقي هنا ان التفاعل اكتر على الفورم او الفورم سيلكت، على الجزئيه بتاعه الفورم دي من ناحيه اليوزر انجيجمنت. وبقيه الفورمز يعني مش كل، بس فيها اماكن برضو زي السي تي اي وزي بقيه الفورم فيلدز. ده بالنسبه لقراءه الهيت ماب. زي ما قلنا هي بتعتمد على الكالر سكيل. عندنا نوعين من الكالر، وورم وعندنا كول.
نيجي بعد كده نتكلم ان احنا ليه محتاجين ان احنا نستخدم الهيت مابس. اول حاجة طبعا الهدف الاساسي او الرئيسي ان احنا نزيد التحويل، نزود المبيعات والكلام ده كله، ده اساسي. بس ليه الهيت مابس بالذات يعني؟ اول حاجه عشان نشوف اللي اوت ستراكشر للويب سايت بتاعنا، نشوف احسن لي اوت مناسب لليوزر بتاعنا. احنا بنشوف اليوزر بيكليك فين، بيسكرول ازاي، بيهفر على ايه او بيقرا ايه، فبنبدا ان احنا نشوف ايه هي الاماكن المهمه بالنسبه لليوزر ان هو يروح عليها او بيضغط عليها، وابدا احط له الكونتنت اللي انا عايز احطه له بقى. يعني انا دلوقتي شايف اليوزر بيتفاعل بشكل ما على الويب سايت بتاعي، فابدا ان انا احول الكونتنت بتاعي واعمل له هيكله على حسب اليوزر بيروح يكليك فين اكتر حاجه. زي ما احنا شفنا في المثال اللي قبل كده، الدروب داون بالنسبه لي ده ممتاز جدا ان هو يبقى في الاول، لان اكتر تفاعل من اليوزرز ما بيبقاش غير في الدروب داون، فانا لازم احطه لهم اول حاجه يبقى قدامهم. تاني حاجة بيك سنجل جول، يعني نختار هدف محدد ومخصص، ويكون هدف واحد، ويفضل ان هو يكون هدف واحد عشان اليوزرز بتاعتنا ما يحصل لهمش عملية تشتت، ما يبقاش عندهم اكتر من حاجة بنسألهم عليها. يعني احنا مثلا دلوقتي عاوزين منهم ان هم يعملوا ساين اب، عايزين فري ترايل، عايزين ان هم يكلمونا، فاحنا بنحدد لهم عن طريق الهيت مابس. اما بنشوف بعد كده اليوزرز بيتفاعلوا ازاي، ونبدا ان احنا نعمل اولويه للهدف اللي هم بيدوسوا عليه اكتر او بيتفاعلوا معاه اكتر، بحيث ان انا اعلي نسبه التحويل معايا. تالت حاجه ودي الاخيره، اللي هي اشيل اي مشتتات تكون ممكن تعوق عمليه التحويل لليوزر بتاعي. بمعنى ان اليوزر ممكن يكليك على حاجه ما تكونش كليكابل اصلا، ما تكونش انا عايزه يكليك عليها، حاسس ان هي بتشتته وما بتخلوش يروح للهدف الرئيسي، سواء كان حجز مكالمه او شراء منتج او خدمه، وده بالتالي بيؤدي الى ان الكونفرجن ريت تقل. ده بالنسبه ليه نستخدم الهيت مابس. عندنا ثلاث انواع من الهيت مابس: كليك مابس، هافر مابس، سكرول مابس. في السلايد دي هنشرح كل واحدة فيهم، وفي السلايد اللي بعد كده هنشرح يوز كيسز عشان نفهم كل واحدة بتستخدم في ايه. اول حاجة الكليك مابس، ودي طبعا يعني كل واحدة منهم شرحة نفسها، بس احنا هنشرحها بشكل مبسط. الكليك مابس اليوزرز بيكليكوا فين، الاماكن اللي لونها احمر دي اكتر اماكن بيكليك فيها اليوزرز. الاماكن طبعا زي ما قلنا الكالر سكيل لحد الازرق، دي الاماكن اللي اليوزرز ما بيكليكوش فيها. تاني حاجه وهي الهوفر مابس او بيسموها الموف مابس، ودي بتتراك الماوس موفمنت، يعني الماوس بيتحرك في المنطقه الفلانيه يروح يتراك في الجزئيه دي ويقول له ان الناس وقفت هنا بالماوس بتاعها. وفي حاجه هنا برضو ان الكرسر بوزيشن، يعني المكان الماوس مش شرط ان هو يؤدي الى ان العين واقفه في المكان ده. يعني انا ممكن احط الماوس هنا تحت وابقى بقرا الكلمه اللي فوق، بقرا الهيدنج اللي فوق، برضو مش هنعتمد عليها بشكل كامل، بس بناخدها كدليل او كوسيله ان احنا نعرف اليوزرز بيقروا فين اكتر مكان. طبعا احنا ممكن نشوف الهيت ماب اهي زي ما شفناها في الكليك، نفس الكلام برضو الاصفر والازرق. السكرول مابس اليوزرز اللي عندك لما عملوا سكرول، اكتر اليوزرز طبعا بيقفوا عند الجزئيه الحمراء اللي هي الهيدنج وبعد كده او الهيرو، وبعد كده بيمشوا شويه منهم بينزلوا لتحت شويه، الاصفر زي ما انت شايف، اخضر، ازرق. الجزئيه الاخيره دي يعتبر محدش دخل فيها او نسبه قليله طبعا اللي دخلوا فيها او عملوا سكرول لحد عندها. ده بالنسبه للثلاث انواع: الكليك والهوفر والسكرول. بعد كده هنشرح يوز كيسز او نفهم ازاي ممكن نستخدم حاجه زي كده على اللاندنج بيج بتاعتنا. مثلا لو اتكلمنا على الكليك مابس، الكليك مابس ان اليوزر مثلا، يعني انا الايفيدنس بتاعي او الدليل بتاعي ان في مشكله هنا ايه، لما اليوزر يكون بيكليك على مكان المفروض ان هو ما يكليكش عليه. يعني هو بيدوس مثلا على زي ما قلنا ايمج كابشنز، فهو ده مكان ما يدوسش عليه، انا عايز يدوس على السي تي ايه. فانا دلوقتي محتاج اعمل عمليه ريديزاين بعد ما شفت الكليك ماب، حاسس ان الناس بتدوس في اماكن المفروض ان هي ما تدوسش عليها. ده بالنسبه للكليك ماب او اليوز كيس اللي انا ممكن استخدمها فيها، ان انا ممكن استخدمه في عمليه اعاده هيكله زي ما قلنا، او عمليه الريديزاين. تاني حاجه الهوفر ماب، بتشوف الناس لما بتيجي مثلا تقف على البنفيتس بتاعتك في الويب سايت، فلو الناس واقفه على البنفيتس وشفت الهوفر ماب او الموف ماب واقف الكرسر على المكان بتاع البنفيتس ومفيش نسبه تحويل عاليه، لا ده دليل على ان انت عندك مشكله في الكوبي، او ان عندك مشكله في الاوفر، او ان هو الكلام نفسه مش واضح. حاجات كتيره ممكن تدللنا على ان نسبه التحويل بعد ما الناس بتقف عند البنفيتس قليله. عشان كده لازم نراعي الجزئيه دي ونبدا ان احنا نعمل كوبي يكون اوضح،
او ان احنا نغير في الاوفر كله عموما. ده بالنسبه لليوز كيس بتاعت الهوفر ماب. السكرول ماب احنا ممكن نشوف اليوزرز. طبعا هو معظم اليوزرز او معظم السكرول ماب هتلاقيها دايما حمراء في الاول، بعد كده اصفر، بعد كده او برتقاني، بعد كده اصفر، بعد كده ازرق، لان طبيعي معظم اليوزرز مش بيسكرول لحد الاخر. طيب دلوقتي انا مثلا بشوف اكتر نسبة يوزرز بيقعوا فين. هل بيقعوا عند الهيرو؟ لا، يبقى انا عندي مشكلة في الهيرو. مثلا لو انا عندي الكونتنت بتاعي، لو هم شافوا مثلا ريفيوز وانا عايزهم يشوفوها، او تراستد بارتنرز، او اي حاجه تكون خاصه بموضوع التراست، احركها اخليها في الهيرو افضل طبعا. احطها تحت طبعا، تبقى مفصله كتستمونيالز. بس مثلا لنفترض ان انا عندي جوجل ريفيوز، عندي تراستد بارتنرز، عندي ريفيوز المفروض ان انا عايز اعرضها بحيث ان هي تبين الثقه بمجرد ما العميل يخش. في السكرول ماب بفهم اليوزر بيقع مني فين، في انهي جزئيه في الصفحه لما بيعمل سكرول. ببدا ان انا ارفع له الكونتنت اللي يكون فيه يعلي نسبه التحويل زي موضوع التراست. ده بالنسبه لليوز كيسز. عندنا ادوات كتيره جدا في الهيت ماب. يعني عندنا طبعا الاندستري ليدرز زي هوت جار، كريزي ايج، ماوس فلو، وفي دبليو او. ادوات بتساعدك، وكل واحده منهم زي ما احنا عارفين تفرق عن التانية. انت بيكون استخداماتك في اي اداة منهم احسن، سواء كانت مثلا هوت جار او كريزي ايج، بحكم ان هم دول الاندستري ليدرز. بس انت ممكن تستخدم اداة مجانية زي مايكروسوفت كلاريتي. هي طبعا الموضوع بيعتمد على احتياجاتك والفيتشرز اللي موجودة في كل أداة، وكمان على البادجت بتاعتك. فانت لو البادجت بتاعتك مثلا قليله، فانت ممكن تستخدم اداه مجانيه زي مايكروسوفت كلاريتي. او انك لو معاك وعايز تنفست في اداه تكون كويسه، وتبقى الاناليتكس بتاعتها او الشغل بتاعها يعني م- في دقه اكبر، فممكن تستخدم هوت جار او كريزي ايج او حتى ماوس فلو. وكل واحد منهم بيبقى فيه فيتشرز مش موجوده في التاني. ده بالنسبه للادوات. طيب ده بالنسبه للهيت مابس. الهيت مابس بتديك نافذة أو بتديك فتحة كده إنك تبص منها على اليوزر مايند. يعني بص على اليوزر بتاعك بيفكر إزاي جوه الويب سايت، بيتفاعل إزاي مع الأدوات دي، بيسكرول ولا مش بيسكرول، بيعمل كليك هنا ولا ما بيعملش كليك هنا. بتوريك حاجات هتساعدك إنك تحسن بعد كده اللاي أوت، وتخليك عندك سي تي اي قوي جدا، وطبعا تزود معاك نسبة التحويل. ده بالنسبة للهيت مابس. أداة قوية جدا، أداة سحرية بتساعدك إنك تشوف اليوزر بيتعامل إزاي مع الويب سايت بتاعك، وبتبدأ تستبق الخطوات عشان تنفذ له اللي هو عايزه. لأن هو في الأول والآخر هو محور الموضوع ككل، هو اللي المفروض يتفاعل مع الويب سايت، وهو اللي المفروض بيعلي لك نسبة التحويل أو بيقللها لك. ده كان بالنسبة لفيديو الهيت ماب. أتمنى تكونوا استفدتوا. موضوع بسيط جدا مفيهوش أي مشكلة. أداة بتسطبها على الويب سايت بتاعك، تبدأ تخش على الداشبورد تشوف الريكوردينج. موضوع بسيط مفيهوش أي مشكلة. لو في أي حاجة عايز تفسر عن أي حاجة اكتب لي في الكومنتس، وأنا إن شاء الله هساعدك. ولو في أي مشكلة ممكن تراسلني على القناة أو على الويب سايت بتاعي. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.